لو مش بتحبوا لحم الضاني وعايزين طريقة خفية كده تخلي الطعم خطير والريحة فظيعة وتحبوها بالعافية، جربوا الطاجن ده. بجد طعمه كان خطير جدا. انا من الناس اللي ما بتحبش لحم الضاني، بس بجد طعمها كان رهيب. كلتها واللي في البيت عندي كلوها وكانت جميلة جدا. يلا بينا نبتدي الطاجن الجميل بتاعنا، ونبتدي نحط معلقة سمنة ممسوحة. تمام، ما تزودوش عشان لحم الضاني بيبقى دسمه عالي شوية او بيبقى فيه دهون عالية شوية. هنشطف اللحمة وننزل بيها على نار متوسطة. بعد ما السمنة تسيح وتسخن هنزل تشويح في اللحمة تشويح مستمر. تمام، وهنزل هنا فلفل اسود وملح وحبهان ولورا وسبع بهارات او بهارات لحم. تمام، بتغطي على ريحة الضاني دي شوية كتير. وهنا بقى ده السر الجميل اللي بحب احطه في اي طواجن. معلقة كبيرة من المرطة بتبقى جميلة جدا. وهنزل عليهم بفلفل وبصل جوليان، الكمية زي ما انت عايزة. كل ما زاد الفلفل والبصل هيعملوا لك صوص جميل جدا. هتاخدي بجد احلى طعم واحلى صوص في الطاجن ده. كل ما زودتي البصل بيرمي طعم ونكهة جميلة. هتغطي على ريحة الضاني برضو. وهنا انا كنت غطيتها وسبتها على نار هادية لحد ما البصل والفلفل دابوا كده. تمام، يعني دبلوا كده. وبعد كده ابتدينا نحط عليهم نص كوباية مية، وهنغطي تاني ونسيبهم نص ساعة. انا بدي غلوة حلوة من فوق. بعد كده هاجي في الطاجن بتاعي انا مسخناه كويس. مسخنه الفرن على درجة حرارة 200. ولو عندك مروحة شغليها معاه. وهندخلها على رف اوسط هيستوي وياخد لون ذهبي من نفسه او مع نفسه. ما عندناش مروحة هنشغل الشواية بعد ما يستوي ويكون دايب خلاص. تمام، هنا انا ما كنتش دهنه الطاجن اي حاجة، نزلت باللحمة على طول مباشر. وهنا بعد ما استوى احلى ريحة واحلى طعم هتجربوه. جربوا الطريقة دي وانا متأكدة انكم ان شاء الله هتعتمدوها في اي طواجن هتعملوها بعد كده. اي نوع لحمة عايزين تطلعوه طعم فاخر بجد وعالي قوي في المذاق، جربوا الطريقة دي. يلا جربوها وقولي رأيكم.